السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير. ورجعنا لكم تاني معاكم في فيديو تاني مع الهوكس 3 خمسات ايربودز. الجهاز ده يا جماعه بيجي بمعالج 2507 دي اي، بيجي بفلاشه 8 برامات 2 جيجا. طبعا يا جماعة ده جهاز بيجي معاه ريموت بلوتوث مميز جدا، بخاصية نسخ الشفرة. وبيجي معاه طبعا واي فاي داخلي، وبيجي بشاشة رقمية بزراير. بيجي بوردة، طبعا الجهاز ده بتبقى بوردة كبيرة تقفيل الخارج كلها يا جماعة. يعني الجهاز كله مستورد بالكامل، خامات كل حاجة بسم الله ما شاء الله. هنفتح معاكم الكرتونة سريعا. طبعا ده الجهاز هوكس 3 خمسات ايربودز. طبعا الادابتور، الريموت المميز بخاصية نسخ الشفرة. طبعا وبيجي يا جماعة طبعا الثلاث زراير دول ان انت بتقدر تولفهم ان هم يفتحوا الشاشة معاك، برضو يستخدم للشاشة وللريسيفر. وبيجي طبعا بواسطة الاتش دي، والعدسة اللي قلنا عليها اللي هي بزراير عدسة هوكس، وبطاريات الريموت. هنوصل الجهاز وعلى الشاشة ونتابع مع بعض تحديث السوفت وير اونلاين وملف القناة اونلاين، ونعمل ضبط مصنع ونوصل الانترنت، ونستعرض معاكم السيرفرات اللي جايه مع الجهاز سواء الشيرنج او الاي بي دي في. لحظة وهيتم توصيل الجهاز واتابع معاكم. تم توصيل الجهاز يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، والجهاز بيفتح معانا. طبعا يا جماعة أنا كنت وصلت الجهاز وعملت إضافة لشبكة الواي فاي، حتى هو كتب نجاح الاتصال. أول حاجة طبعا بيطلب إن هو نحدث النسخة الأونلاين، أحدث سوفت وير. بس أنا طبعا يا جماعة أنا عندي قناعات كده إن أنا بعمل أول حاجة بلغيها، وبدخل أنا طبعا هركب فلاشة معايا، باخد نسخة من السوفت وير اللي على الجهاز قبل ما أحدث وأعمل أي حاجة. طبعا هنا بيقول لي تم تركيب جهاز تخزين اللي هو الفلاشة. هروح على تحديث البطاقة، هنزل على الفولدر اللي هاخد فيه نسخة من السوفت وير الخام أو اللي جاي مع الجهاز. طبعا هعمل هنا فولدر باسم هوكس. طبعا هنزل على الهوكس 3 خمسات ايربودز، هدخل على أنا أعمل فولدر اسمه السوفت الخام، وبدوس أخضر. بيقول لي سيف فلاش، دوس أخضر يعني خد نسخة من السوفت وير لما تدوس أخضر. أنا دوست أخضر زي كده، بياخد نسخه من السوفت وير. ولو دوست ازرق هياخد نسخه من ملف القنوات. بس طبعا دي بعد كده ان شاء الله لما انزل ملف القنوات وتعوز تاخد او تحتاج تاخد ملف قنوات، بتدوس ازرق من الريموت بياخد نسخه من ملف القنوات. طيب هو قال لي فلاش دوت بن دي، خلاص هو خد نسخه كده من السوفت وير اللي على الجهاز. بعد كده انا اروح احدث براحتي. طيب لما عاوز لما احتاج ان انا احدث السوفت وير اونلاين، بدخل على ايقونه التحديث، بنزل على تاني اختيار اللي هو الابجريد. طبعا هنا بقول لي طبعا التحديث آلي. الرساله اللي كان جابها لي بره كان ده تحديث آلي فجاب لي النسخه. طيب انت ما جاتلكش الرساله وعايز تخش تحدث السوفت وير، بتروح على اول واحد اللي هو الابجريد ده، بتخليها يدوي، وبتختار تاني واحدة سوفت وير. طبعا الاختيار ده لو دوست اوكي هنا يا جماعة، في الكي ده ملف الشفرات السوفت وير اللي هو لو هتحدث سوفت وير، والداتاباس ده لو هتحدث ملف القنوات. طيب احنا الاول هنختار سوفت وير وندوس بدء معانا، هيحدث سوفت وير للجهاز اونلاين. طبعا احنا هنوقف معاكم لحين ما ينزل السوفت وير ويعمل تحديث الفلاش بتاعه، لانه بياخد وقت من دقيقة لاتنين. فنوقف معاكم عشان الفيديو ما يبقاش كبير ونرجع تاني. طب يا جماعة هو خلص تحديث السوفت وير وبيفتح معانا. هنا بيحتاج يا جماعة ان احنا ننزل ملف قنواتنا
بيقبل طبعا ملف القنوات 1506، معالج 1506، 1507، 2507. طبعا تبع مصنع داكي. اي ملف قنوات عندك عايز محتفظ بيه عايز تنزله تنزله، ما نزلتوش طبعا موجود على الاونلاين احدث ملف قنوات مكون من 6 اقمار. هنحدث ملف القنوات دلوقتي، ندخل تحديث برضه يا جماعه. هنختار تاني اختيار الابجريد. طبعا الآلي ده زي ما قلنا هنخليه يدوي. هنرجع على السوفت وير دي، احنا حدثنا بيها ملف السوفت وير اونلاين. طب احنا عايزين بقى ملف القنوات، هننزل على كلمة داتاباز دي وندوس اوكي. هيقول لي ان احنا معانا 4 اقمار نايل سات بالانجلش وبالعربي وهوت بيرد واموس واسطرة بتاريخ 15/9. سانكيس محمود الحديدي. شكرا استاذ محمود الحديدي، بصراحة ملفات قنوات محترمة جدا. هندخل على بدء بعد كده وندوس اوكي. هيحدث معانا ملف القنوات، مش هياخد اقل من دقيقه وهيحدث معانا ملف القنوات. يبقى انت عندك على الجهاز احدث سوفت وير، احدث ملف قنوات. طبعا يا جماعه المفروض انا كنت عملت بعد الخطوه دي على طول اعاده ضبط مصنع. يفضل بعد التحديث اعاده ضبط مصنع. احنا هننزل ملف القنوات برضو، وانا هندخل على ضبط المصنع، نعمل ضبط مصنع، وبعد كده انا هرجع ملف قنوات الشخصي انا. بس احنا بنقول كيفية تحديث الملف الاونلاين ان كان ملف القنوات او السوفت وير. وهتشوف دلوقتي معانا اعادة ضبط المصنع، وبعد كده هنشرح السيرفرات اللي شغالة على الجهاز، سواء الاي بي دي في او الشيرنج او الصوتيات. الجهاز بيجي طبعا ب5 اي بي، حاجة محترمة جدا جدا. بيجي بالنوفا إلهنا آخر فتكون من المعذبين. طبعا يا جماعة احنا نزل ملف القنوات. لما تدوس سات من الريموت هيظهر معاك الأقمار الموجودة اللي احنا قلنا عليها، الاموس والهوت بيرد ودلسات واسطرة والتركي سات. طيب احنا يا جماعة هندخل على المنيو زي كده. هندخل على الإعدادات. هننزل حاجة على إعادة الوضع الأصلي. يفضل إن احنا نعمل سوبر فاكتوري دي عشان يعمل ضبط مصنع. دي بعد تحديث أي سوفت وير يا جماعة، بعد تحديث السوفت وير للجهاز يفضل تعمل ضبط مصنع. بندوس 4 أصفار، هيعمل ضبط مصنع للجهاز. خلاص يبقى احنا شفنا يا جماعه ان احنا بناخد اعاده ضبط مصنع ازاي وبنعمل سوفت وير اونلاين ازاي، وبنعمل ملف القنوات. طبعا انا عندي مركب طبعا الفلاشه بتاعتي، وعندي ملف القنوات الشخصي بتاعي بحب انزله بعد تحديث اي سوفت وير. او انا هدخل على الفلاشه طبعا في المكان اللي انت حافظ فيه طبعا ملف القنوات، بتدخل عليه تنزل الجهاز. طيب انا عامل هنا الفولدر، انا سايب ملف القنوات بتاعي هنا. ده ملف القنوات الشخصي بتاعي، بحب احتفظ بيه على الفلاشة بتاعتي وبنزله في اي وقت انا محتاج. طبعا بدوس عليه اوكي، بينزل في اقل من نص دقيقة يعني. يبقى احنا قلنا يا جماعة تحديث السوفت وير اونلاين، واعادة ضبط المصنع، وتنزيل ملف القنوات يدوي واونلاين برضو ما بياخدش اقل من دقيقة. قلنا يا جماعة الجهاز بيجي معاه 5 اي بي محترمين جدا. 15 12 شهر نوفا يو تي اف، و12 شهر نوفا اي بي دي في، و15 شهر اللي هو الهاها اي بي دي في، و15 شهر للايكو الاردني، وال 15 شهر اللي هو ال 175 اي بي دي في الفلسطيني. سأعتاد على هذا العمل. ما الذي طبعا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، صورة الجهاز روعة جدا جدا جدا. سوفت وير قوي. هنروح يا جماعة أول حاجة على الوسائط المتعددة دي اللي بيبقى فيها سيرفرات الشيرنج والصوتيات. لما بتفتحها زي كده ما بتلاقيش حاجة هنا. طب عشان نظهر السيرفرات بنعمل ايه؟ بندوس من الريموت 2507. هندوس 2507. لحظة. 2507. آسف يا جماعة في غلطة حبينا أنا غلطت فيها وحبيت أوضحها. بس المعالج 2000
و2517، يعني مش 2507، 2517. وبالتالي لما هندوس هنا القائمة عشان نظهر السيرفرات هندوس 2517. عذرا يا جماعة على المعلومة الخطأ اللي أنا قلتها لكم وبتم تصحيحها دلوقتي. المعالج 2517 وليس 2507. 2517 دي إيه أحدث حاجة من معالجات. هندوس هنا 2517 هتظهر معانا قائمة السيرفرات زي كده. طبعا الدي كيو كام ده الشرينج. لو انت هتضيف سيرفر سي سي كام مدفوع من عندك، الدي كيو كام سيرفر المصنع بيجي سنة. النشير والنشير برو ده سيرفرات مدفوعة. طبعا الريف كام جهاز معانا بيجي ب 15 شهر ريف كام صوتيات وشيرنج مع بعض، ويجي طبعا 15 شهر جلوبال، وبيجي ب 15 شهر طبعا احنا قلنا الصوتيات الريف كام، و15 شهر صوتيات البالانس. يعني هننزل على البالانس اوديو بيجي ب 15 شهر، وبيجي معانا ب 15 شهر صوتيات النوفا. طبعا انت صوتيات النوفا دي لو فعلت سيرفر النوفا اي بي تي في بيظهر معاك الصوتيات برضو اللي هي الصوتيات اللي هي الخاصه بسيرفر نوفا اي بي تي في، دامجين الصوتيات معاهم. يعني عشان تضيف لو فعلت النوفا اي بي تي في بينضاف على طول الصوتيات عندك على الجهاز. طبعا بسم الله ما شاء الله يا جماعه. على فكره يا جماعه السيرفر ريف كام ده سيرفر محترم جدا جدا. اعتبره فور ايفر سان بلاس داكي، يعني اعتبره فور ايفر حاجه محترمه جدا، واساسي اساسي فاتح بين على استرا، يعني حاجه محترمه جدا. طبعا هنروح بعد كده على الملف قائمة السيرفرات الاي بي تي في. بيجي معانا زي ما احنا قلنا يا جماعة ب 12 شهر اللي هو النوفا يو تي اف، و12 شهر النوفا اي بي تي في، وبيجي معانا 15 شهر الهاها والايجو وال والهول. يعني سيرفرات محترمة وقوية جدا منوعة يا جماعة. انت بتختار منهم اللي انت محتاجه. طبعا ده اليوتيوب وبرنامج كورة بتفتحه بيظهر لك المباريات على حسب الدوريات والمواعيد والكلام ده كله. طبعا دي برنامج الدلنا ده يا جماعه، او الدي ام ار دي اللي هي الدلنا، اللي هي بتبقى عامل ربط ما بين الهاتف والريسيفر بتاعك عشان خاطر تنقل اي حاجه، صوره، ملف، طبعا صوره او تعرض صوره او فيديو على الريسيفر عن طريق طبعا يا جماعه زي ما احنا قلنا. هنرجع تاني هنا للاعدادات. طبعا يا جماعة دي خدمة الاي كاست. لو انت عايز برضو يعني تعمل تنزل اللي هو برنامج كاست ده عندك على الموبايل، وتستخدم الموبايل نظام ريموت كنترول. طبعا يا جماعة الواي فاي انترنال دي او اكسترنال دي لو انت عايز تشغل انتنة واي فاي خارجية مش داخلية. يعني الواي فاي هنا داخلي، انت بتدخل تختار الواي فاي وتدخل الباسورد. طب انت لو عندك انتنة وعايز تختار بقى تركب الانتنة والكلام ده كله، بيبقى عن طريق الاختيار ده. ده كان شرح بسيط وسريع للهوكس 3.5 ايربودز، على اساس لو هنضيف ملف السوفت وير اونلاين وملف القنوات وعدد ضبط المصنع واستعراض بسيط كده للسيرفرات. ان شاء الله الفيديو الجاي يا جماعه هنشرح الجهاز من اي تو زد، وخصائص الريموت ونسخ الشفره وتوصيل السماعه الصب الكلام ده كله. ان شاء الله في فيديو تاني تابعونا على القناه، وما تنسوناش طبعا بدعوه من عندكم لينا ان شاء الله بتيسير الحال، ولايك وشير للفيديو ده لو عجبك، ولا ان شاء الله تشترك في القناه. تابعونا في جروب هوكس للدعم الفني على الفيسبوك، وعلى رؤية.com على قناه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.